لكن فجأة بيظهر شبح مرعب بيخلي الناس تقفل البيبان عليها. ذا بلاك ديث أو الطاعون الأسود. الطاعون بيبدأ من آسيا الوسطى وبينتقل لأوروبا عن طريق السفن التجارية من أول القسطنطينية لحد صقلية. في خلال سنة ونص الطاعون كان وصل تقريبا لكل المدن الأوروبية. حسب السجلات المحلية الطاعون وصل إرفوت 1349، متأخر شوية عن باقي المدن. أول حالات ظهرت في التجار اللي كانوا بيجوا من الجنوب، وفي أسابيع قليلة المرض كان بينتشر بسرعة جنونية. وهنا كان أول قرار بإغلاق المدينة تماما. السلطات المحلية بقيادة مجلس المدينة اللي قلنا عليه مع الكنيسة قرروا ان هم يعزلوا المدينة دوليا. المدينة كانت مصورة فقفلوا كل ابواب المدينة، منعوا كمان اي تاجر او قافلة من الدخول او الخروج للمدينة. الكنائس وقفت التجمعات، الاسواق، المدارس، كل حاجة اتقفلت. المدينة دخلت في عزلة تامة، وده كان فعليا زي اغلاق كلي بس من قرون. الناس كانت بتدفن موتاها في قبور جماعية بدون اي طقوس او جنازات. الاهالي نفسهم قعدوا في بيوتهم بالايام والاسابيع، كل واحد فيهم خايف يخرج لا يلقط العدوى. ومع توقف التجارة حتى القوافل اللي كانت بتعدي والكنيسة اللي كانت بتراسل جهات دينية من بره، العالم تحول من قرية كبيرة لجزر معزولة، وإرفوت كانت من الجزر دي. بعد الطاعون حصلت مجاعة لأن طبعا محدش كان بيزرع ولا بيحصد. بعدها بدأت حروب دينية وصراعات بين طوائف مسيحية في المنطقة. كل ده خلى المدينة تعيش في حالة عزلة وانكماش لأكتر من 80 وبعض المؤرخين بيقولوا 100 سنة.